ازيكم عاملين ايه النهارده بقى؟ لو عندكم كده كام سمكية في التلاجة لقيتوهم في الفريزر، هتطلعوهم وتعملوا بيهم الغدا الفظيع اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل صينية سمك بالبطاطس خطيرة يا ولاد. شايفين جمالها وحلاوتها؟ شايفين الالوانات والطعميات والجماليات؟ يلا بينا بقى نبدأ وصفتنا. معانا اول حاجة كده توم، بطاطس، فلفل وطماطم، فلفل حامي وفلفل اللي هو الرومي، وسمك. بس كده. السمك طبعا غسلينه كويس. وهنعمل اول حاجة في الوصفة بتاعتنا اللي هي هنقطع كده حتة من الفلفل. ممكن تحط عليها حتة من الحامي ده، بس انا هكتفي ان انا هقطعه على البطاطس. حتة كده من الفلفل، وناخد الثوم. ومش هنحط بهارات كتير، هنحط شوية من الملح وشوية من الفلفل بس كده. حابين تحطوا توم، كمون، شطة، براحتكم خالص. انا حاطه توم وفلفل اسود وفلفل اخضر وملح وبس كده. بصوا، اهم حاجة البساطة في الوصفة دي يا ولاد، سريعة جدا وسهلة وما بتاخدش وقت. السمك ده مش بولتي، ينفع الوصفة دي تنفع ببولتي، تنفع ببوري، تنفع بأي نوع سمك يتحط في الفرن. وهندق بقى كده التتبيلة اللي احنا بنعملها دي بالهون. طبعا طبعا حابين تحطوها في الكبة تمام، حابين تدقوها زي ما انا دقيتها كده تمام. انا دقيتها علشان هي حبة يعني كمية مش كبيرة، فحطوه كده في الكبة واحنا بندق كده. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، حطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك. هنجيب كده اي صينيه وهنبدا نقطع فيها الخضار. انا ما عنديش خضار كتير، هو فلفل وطماطم. ممكن تضيفوا بصل بس انا ما حبيتش اضيف بصل، اكتفيت بالثوم بس. هنقطع كده الطماطم زي ما انتوا شايفين شرايح رفيعة. حابين تقطعوها مكعبات تنفع، حابين تقطعوها زي ما انا بقطعها كده تنفع. حطوا اللايك واقعدوا في الفيديو للآخر وما تعملوش تخطي للإعلانات، وشيروا لأصحابكم. واعملوا الوصفة دي سهلة جدا، ولو متحيرين هتعملوها في ثواني، لو متأخرين هتعملوها برضو في ثواني. يعني هتعجبكم جدا، سهلة ولذيذة والله لذيذة. قطعنا كده الطماطم، هنبدأ بقى نقطع دلوقتي الفلفل برضو اي تقطيعة. انا هقطعه كده يعني مكعبات. انا حابة ان الخضار يبقى واضح مع البطاطس عشان يبقى الالوانات شكلها حلو كده، ابيض مع احمر اخضر، يعني حاجات كده خطيرة يا ولاد. العين طبعا بتاكل قبل الفم. اهو هنقطع بقى كده، واحنا بنقطع كده نحط اللايك. يلا حطوا اللايك يا كسلانين. شايفين؟ تمام قوي كده. قطعنا كده الفلفل الكوبي او الفلفل الرومي. هنقطع بقى حته كده فلفلايه حاميه وكانت مشطشطه يا ولاد، حته صغيره ولكن مشطشطه على الاخر. حطوا بقى اللايك وما تكسلوش يا كسلانين، حطوا. انا شايفاكم ان انتوا لسه ما حطيتوش، حطوا بقى. هنقطع كده بقى الفلفل. خلاص كده هبدأ بقى دلوقتي اخد حتة من التوم اللي انا دقيته ده وهضيفها للحباش ده او الخضار ده، وهنقلبه كده مع بعضه. وبعدين نقطع عليه البطاطس. لسه هتشوفوا هنعمل ايه. استنوا. حطوا اللايك. ممكن تحطوا في الوصفة دي كرفس، ماشي، اللي هو زي البقدونس كده. هنقطع بقى كده البطاطس، نقطعها زي ما انتوا شايفين اي تقطيع، بس انا هقطعها كده شرايح متوسطة السمك، يعني ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، لان الرفيعة هتتهرى والتخينة ديت هتاخد وقت في السوا. فاحنا حابين نعمل اكلة سريعة، فهنقطع البطاطس كده تقطيعة متوسطة علشان تخلص الاكلة بتاعتنا في السريع المريع. تمام قوي كده. حطوا اللايك. قطع بقى كده. حابين تقطعوها مكعبات كبيرة تنفع طبعا، بس انا هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بس فاضل بقى اخر بطاطسية نقطعها، وانا هضيف رشة من الملح على البطاطس. ليه؟ لان البطاطس بتاخد ملح شوية عن السمك، فانا مرضتش احدق جامد.
قلت هرش يعني رشه من الملح عليها كده على البطاطس نفسها، لان انا لو زودت الملح السمك هيبقى حادق، لان احنا هناخد من نفس التوم اللي احنا حطيناه على البطاطس هنحطه في السمك. فعشان كده انا ايه هقول لكم دلوقتي هرش دلوقتي رشه من الملح. نقلب بقى كده البطاطس كويس جدا كده، ونجيب من تحت لفوق ومن فوق لتحت، لان احنا عاملين طبعا التتبيله في او الخضار ده تحت خالص، مش ظاهر يعني، فاحنا حابينه يبقى كله شارب من كله كده ومظبوط وتمام التمام. هاخد بقى دلوقتي رشه كده من الملح اضيفها للبطاطس، رشه كده صغيره بس كده. هنبدأ بقى دلوقتي نحشي السمك بالتتبيلة اللي احنا عملناها، وكده تبقى خلاص الوصفة. فيها حاجة دي؟ طبعا ما فيهاش. حطوا اللايكات يا ولاد. تمام قوي كده. هنجيب بقى السمك ده كده، دي يعني وجبة تكفي الفردين. انا طبعا كنت عاملة اكل تاني غير دوت، بس انا ما صورتهوش معاكم. هنفتح بقى حتة كده من فوق كده، ما نوصلش للاخر، نديها تقطيعة كده بسيطة ونحشيها بالثوم دوت علشان الملح والتتبيلة توصل جوه السمكة. ممكن يعني تعملوا الفتحة دي من ناحيتين، بس انا عملتها من ناحية واحدة عشان السمكية ما تتهريش مني. ماشي. هحط بقى كده واحشي باقي السمك. هما 3 سمكات يا ولاد، وسمكتين كده فسافيس، ولكن كانت لذيذة وطعمة جدا يا ولاد. جربوها. ممكن الأكلة دي تعملوا جنبها رز صيادية، رز اللي هو بالعدس، رز أبيض. ما تعملوش وتاكلوها بالعيش وتعملوا جنبها سلطة. أي حاجة من دي تنفع. ممكن تاكلوها كده البطاطس بالمعلقة وتاكلوا السمك جنبها وطبق سلطة. يعني هو حبة أفكار جهنمية. حطوا اللايكات واعملوا الشراط. هنحشي بقى كده اخر سمكايه. نظبط كده السمك بقى عشان يبقى ايه الشكل لطيف وامور كده زي ما انتم شايفين. شكلها تتاكل نية. بصوا تحفه، الوانات كده وطعميات وشكليات حلوه قوي. بس كده. هجيب بقى رشه كده من الزيت وهضيفها للبطاطس والسمك علشان البطاطس ما تعجنش في بعضيها، وكمان السمك ياخد وش حلو كده ويتحمر. رشه كده بسيطه اهو. بس حلو قوي كده. هنكتفي بالزيت؟ لا طبعا، هنحط حبة مية مكان في الهون دوت، مكان حبة التوم اللي موجودين دول اهو كده. نجيب بقى حبة من المية ونضيفهم كده للسمك والبطاطس. انا هديها غلوة كده على النار واغطيها وادخلها الفرن. احطها على النار من فوق يعني تاخد غلوتين. ممكن تحطوها في الفرن على طول، بس انا بحبها تاخد كده. بصوا اهو حطيتها هنا على البوتاجاز. بحبها تاخد كده اهي. بصوا غلوتين كده واروح منزلاها الفرن. اول ما البطاطس احطها تحت عالصاجة، اول ما تستوي برفعها واشغل الشواية. واحنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.